ليش كانوا يقولوا يلي بيرضى بعيش؟ لأنه فعليا يلي بيرضى بعيش. ستمضي أقدارك على كل حال، فاجعلها تمضي وأنت راضي عنها، فلربما ثواب رضاك يرضيك. فمهما كان حظنا قليل بالدنيا، ومهما حسينا إنه شو ما عم نعمل ما عم نتوفق أو ما عم ننجح أو ما عم يزبط معنا هالشي، كنا متأملين متخيلين كله لخير، لعله خير، ما في شيء بيصير بالدنيا إلا لخير، ورح يجزينا رب العالمين مو لشيء، فقط لأنه رضينا وصبرنا، وبيكون جزاء الصبر والرضا فوق ما بنتخيل، فقط لرضانا بالحياة الدنيا وبالأقدار وقبولنا للواقع. فالأفضل نرضى بقدر رب العالمين ونترك الأمور كما كتب رب العالمين تتيسر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أكثر من موقف كان يصير معي وأقول يا ربي ليش أنا صار معي هالشي هاد، ليش أنا بالتحديد ما بدي هالشي يصير. بآخر مرة كنت مسافرة لقيت بنت وكنت مزعوجة إنه ما عرفت الطريق، قالت لي لعله خير يا بنتي. طلعت عليها قلت لها كيف يعني لعله خير؟ قامت حكت لي قصة انه كان في ختيار رجل كبير ومعه ابنه شاب، وكانوا رايحين على ضيعة تانية مسافة بعيدة ومعهم طالعين على الناقة، فالناقة بنص الطريق بركت وخلص ما عاد قدرت تمشي. استنوها أول يوم ما مشيت، تاني يوم ماتت، ثالث يوم خلص عزموا انه يكملوا مشي على الضيعة الرايحين له. لما راحوا وصلوا، طبعا ابنه كل يوم كان يزلنا عليه يقول له ابوه لعله خير لعله خير. لما وصلوا الضيعة قال له روح اسأل عن الناس اللي جايين لعندهم، فدوروا لقوا كل بيوت مهدومة، فسألوا الشيخ كبير قال له من 3 أيام بالضبط نزلت البيوت على أهاليها. فسبحان الله قدر رب العالمين انه يتأخروا ولعله خير.